ايوب بوعدي 18 سنه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، اللهم لا حسد. يعني ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. يعني يا اخي ده اللي يفتح الماتش ما يتخيلش ان ايوب بوعدي ده عنده 18 سنه. يعني انتوا شفتوا يا جدعان؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني ده لعيب عنده 18 سنه بيلعب قصاد نص ملعب مكون من برونو جيمارايش ولوكاس باكيتا وكاسيميرو ورافينيا وفينيسيوس على الاطراف ومش عارف ايه وبتاع، وهدوء وثبات واتزان. بسم الله ما شاء الله، بيلعب كانه عنده 4 كاس عالم، كانه عنده 2 بالون دور. ما شاء الله عليه. شوف الطفل البريء مشجع المغرب في كاس العالم 2018. دوم دوم دوم. هو نفسه اللي قبل شويه. ايوه هو الطفل هذا، هو نفسه 2026 ماسك بوسط البرازيل كانهم اطفاله. ما شاء الله تبارك الله. رجل المباراه مع نفسه فينيسيوس ومع نفسه المنتخب البرازيلي كله. يقطع كوره، يستلم، يسلم، يسرع اللعب، ماسك الملعب بالطول والعرض. ما شاء الله تبارك الله. وعمره 18 سنه. الثقه اللي فيه ما شاء الله تحسه مغرور. تحس لو سلمت عليه ما يرد عليك من كثر الثقه. ما شاء الله يا اخي قاعد تلعب في كاس العالم وضد البرازيل. انا لو مكانك بتجيني الركب. ما شاء الله ايش البرود ده. ما ودك تجي الاتحاد الدوري السعودي؟ عندنا كريستيانو ترى. الموهبه ايوب بوعدي اللي سلبوا منه جائزه افضل لاعب اليوم في مباراه المغرب والبرازيل. تليفون برا الملعب انه الولد هذا شاطر في الدراسه، فاز بامتياز في الثانويه العلميه، وفاز باحسن متحدث في الخطاب من بين الاكاديميات كلها. والولد هذا الان يدرس الرياضيات ويحضر الرياضيات. قالوا ليش تدرس الرياضيات يا ايوب؟ قال يخلي ذهني شغال. 2018 شوفوا صورته في المدرجات في روسيا يشجع منتخب المغرب. اليوم حلمه تحول لحقيقه وصار لاعب اساسي مع المنتخب المغربي. عمره 18، مواليد 2007. تخيلوا لعب مع منتخب فرنسا في الفئات السنيه. ديشام طلع في تصريح لما سالوه ليش ما استدعيت ايوب بوعدي، تعرف ايش قال لهم؟ قال لهم لاعب جميل بس استغربت ليش المغرب ما استدعوه. ديشام المستغرب بطريقه مستفزه. هذا هو ايوب بوعدي. ديشام ممكن ما استدعاه لمنتخب فرنسا عشان بعده زيدان. ديشام ماشي. فاعتقد انه ايوب كمان لما صرح ديشام انه ما راح يستدعي اي لاعب جديد ما شارك في الاستحقاقات الماضيه، ايوب قرر يمثل قلبه وجذوره للمنتخب المغربي. قطع 12 كيلو اليوم ما شاء الله. عبقري حريف، باص 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 باص. تحس انه لاعب قديم سابق جيله، تحس انه لاعب يلعب كرة قدم من زمان. ايوب بوعدي لعيب حريف يا ولدي ايوب. وش سويت فيهم يا ايوب بوعدي؟ شوفوا لاعبين البرازيل امام اللاعب ايوب لاعب المغرب ما قدر عليه رافينيا ولا فينيسيوس ولا جيماريش ولا كاسيميرو ولا اي لاعب من لاعبين البرازيل. حجم لاعبين البرازيل باكملهم وخلاهم اضحوكه. وكل هذا وعمره 18 سنه فقط. وتخيل انه بعمره 18 قاعد يلعب بكل ثقه وهدوء. استرجع الكره 6 مرات في المباراه وفاز ب9 ثنائيات على الارض، وهو اكثر لاعب اجمالي مسافه مقطوعه ب 12 كيلو متر. بالله مين بيصدق انه هذا الطفل اللي كان حاضر في مدرجات المغرب في كاس العالم 2018 الان هو قائد منتخب المغرب في كاس العالم 2026. ما شاء الله تبارك الله عليك يا ولدي. تخيل معي لاعب عمره 18 سنة يلعب ضد البرازيل 90 دقيقة في كأس العالم، يلعب ضد اسكتلندا 90 دقيقة في كأس العالم، قدم مستوى تاريخي، مستوى أسطوري، مستوى لا غلطة أبدا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. أخوان اذكروا والله العظيم ما أتكلم صادق، اذكروا الله على هذا اللاعب. أنت أول ما تشوف جسمه تقول هذا أي احتكاك إصابة، على طول تجي إصابة. بس يا أخوان خشن بشكل غير طبيعي، قوي جسديا بشكل غير طبيعي. ما شاء الله تبارك الله. شوف ايش سوى. شوف وجه اللاعب. شوف دخل وجه لاعب اسكتلندا في النجيل، رب الكعبة دخل وجهه بالنجيل. ما شاء الله تبارك الله. وقع عمر اللاعب اسكتلندا 28 30 كذا، جسم وقوة. ايوب يا اخوان طحن. هكذا يجب ان يكون المحور، بالقوة هذه، بالشخصية هذه. ما شاء الله ما شاء الله. اتوقع لو لاعب سعودي عمره 18 صغير لاعب محور املك الموهبة اللي يمتلكها هذا اللاعب، من سابع المستحيلات انه يلعب اساسي او يستدعونه لكأس العالم. اولا هذا صغير، ثانيا ما نثق به، ثالثا نخاف ان احنا نلعبه اساسي ويجيب العيد ويتحطم نفسيا ومعنويا. هذه الافكار اللي عندنا، اتوقع الكل عارف هذه الاشياء.
عمره 18 واثقين فيه ما شاء الله تبارك الله. لعب اساسي 90 دقيقة ضد البرازيل في كأس العالم وضد اسكتلندا 90 دقيقة. يجب ان تكون الثقة هكذا. الله بلاها. اذا عندك موهبة، عندك لاعب قوي، ثق به، عطها الثقة يا اخي، سلمه الثقة، الروح والقلب داعي لك.